أهلا بكم من جديد. أشار تقرير حديث إلى أن تقنيات البلوك تشين الجديدة والناشئة هي أساسية لدعم وتحقيق الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تضمن فيه حماية فعالة بمواجهة التهديدات المتنامية في أمن البيانات والجريمة الإلكترونية. للحديث أكثر عن تقنيات البلوك تشين نرحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة مناهل ثابت، مستشارة الاقتصاد المعرفي وعضو الجمعية الملكية البريطانية للعلوم ونائب عميد أكاديمية الموهوبين في بريطانيا. حياك الله معنا دكتورة. كيف حالك؟ الله يسلمك حبيبتي. خلينا نتكلم في البداية عن الفرق بين البيتكوين والبلوك تشين عشان نعرف المشاهدين أكثر عن هالتقنيتين. طبعا في ناس كثير ملخبطين ما بين البلوك تشين والكريبتو كرنسيز. أشهرها طبعا البيتكوين. الكريبتو كرنسيز اللي العملات الرقمية الافتراضية، طبعا عملات مشفرة لا مركزية. أهم شيء فيها أنها لا توجد لها سلطة تحكمها، وهي طبعا متداولة بشكل كبير الآن. سوق لا يمكن تجاهله، 380 مليون دولار في اليوم للبيتكوين. طبعا في سوق قوامه 20 مليار دولار. الحين لو جينا نركز في عملة البيتكوين كعملة من العملات، هناك 700 عملة طبعا متداولة. أشهرها 4 عملات أساسية اللي هي البيتكوين، اللايت كوين، النيم كوين، والإثيريوم طبعا اللي تميزت الآن بشكل أساسي. نيجي نشوف متى تاريخ هذه العملات. بدأت طبعا 2008 بورقة بحثية، واحد اسمه ساتوشي طلع بورقة بحثية قال إنه عمليات التداول يجب أن تكون بير تو بير، الند للند، دون وجود سلطة تحكم هذا التعامل. الهدف طبعا من هذه الورقة البحثية المتعمقين فيها واللي بدأ طبعا التداول فيها في 2009 أنه وجود نظام اقتصادي جديد يتعامل على مبدأ اللامركزية، بير تو بير، من دون وجود سلطة تحكم هذا التعامل. طبعا العملات تم تداولها بشكل كبير على مستوى العالم. هناك طبعا منصات تداول عديدة تتعامل بهذه العملة، بيع وشراء أشياء في الإنترنت. هناك طبعا مئات الشركات أو آلاف الشركات التي تعتمد البيتكوين لعمليات البيع والشراء. لكن الشيء الملفت هي عملية تعدين أو إصدار هذه العملة. طبعا من إصدر أول ما أصدرت قالوا إنه بيكون في 21 مليون عملة من البيتكوين، لما نتكلم تحديدا في البيتكوين. وهذا اللي هو السقف البيتكوين، يعني بعد ما إصدار 21 مليون عملة ستنتهي أو تموت هذه العملة. طبعا كيف كسبت قيمتها؟ كسبت قيمتها بالعرض والطلب، لكن لها تشفير خاص يسمى التعدين، مايننج. هذا التشفير الخاص طبعا محتاج إلى خوادم وإلى كمبيوترات خاصة بالتشفير، وهناك طبعا الحين سيرفرات مخصوصة لعملية التعدين والتشفير وفك شفرات هذه العملة. طبعا عملية التعدين هذه تستهلك الكثير من الكهرباء. يعني لو تكلمنا بس على مدار 24 ساعة الماضية، حقق الماينرز اللي هم المعدنين اللي متخصصين في فك الشفرة حقق 3.9 مليون دولار، لكن استهلكوا خلالها 11 مليون جيجا هاش في الثانية من الكهرباء. طبعا عملية مكلفة جدا ومعقدة في نفس الوقت. هذا ما يخص البلوك تشين بشكل مبسط جدا جدا جدا. سوري، اللي هو البيتكوين. الحين البلاتفورم اللي تشتغل عليه البيتكوين او العملات الكريبتو كرنسيز هو نظام البلوك تشين. البلوك تشين هو عبارة عن نظام وليس عملة. وهنا الناس دائما أنا كنت بسألك عن آلية عمل البلوك تشين بشكل خاص. نعم. يعني عشان نعرف أكثر. البلوك تشين هو عبارة عن نظام أو بروتوكول متخصص في فك الشفرات وحفظ ملفات الترانزاكشن التي تتم عن طريق الكريبتو كرنسيز. طبعا نظام محاسبي يعتبر دفتر، يعني ليجر بوك، دفتر أستاذ مفتوح. نعم. أي حد ممكن يطلع عليه من الماينرز او غير الماينرز. ممكن الواحد يشوف فلان الف او فلان باء كم عنده كريبتو كرنسيز في محفظته الالكترونيه، طبعا التي تقيد وتحجز بتوقيع الكتروني. نعم. بكود معين. فالبلوك تشين عباره عن البلاتفورم التي يتداول عليه البيتكوين والكريبتو كرنسيز.
كيفية عمل البلوك تشين هنا تيجي التعقيد الأكثر، وندخل في سلسلة الكتل اللي يسموها. أن وانس أن الواحد يحط كريبتو كرنسي في هذه البلاتفورم أو هذه المنظومة المتكاملة، يحطها على شكل كتلة. هذه الكتلة ترتبط بكتلة أخرى عن طريق سلسلة تعاملات، ولذلك سميت البلوك تشين. الحين الشيء الجيد من هذا أنه يوفر أمن لا مركزي، لأن العملة أصلا لا مركزية، لا توجد لها سلطة تحكمها. يعني التعامل بين ألف وباء لا يوجد بينهما سلطة تحكم هذا التعامل، فعشان كده يسموها سلسلة الكتل. طيب باعتقادك يعني مدى تأثير هذه التقنية على الشركات والوظائف؟ يعني هل ممكن أن في المستقبل نستغنى عن بعض الوظائف في ظل هذه التقنية؟ والله الكثير من الوظائف تتأثر. ليش؟ لأنه الغرض من هذا كله هو الهدف، خلق نظام مالي عالمي جديد. الآن ألف وباء يريد تحويل مبلغ من المال، الآن احنا نعرف أن في بنك في الوسط أو مثلا شركة صرافة أو تحويل، يتأكد من هذه العملية. صحيح. ويتم من خلالها التأكد من الرصيد البنكي والتحويل في خلال 2 أو 3 أيام. صحيح. الآن في حكاية البلوك تشين هذه العملية تتم فورا، كني أرسل رسالة ومن غير ثواني. وجود في ثواني، ومن غير وجود هذه السلطة المركزية التي ما بين ألف وباء. صح. فأنت توفري وقت وتوفري مثلا الرسوم الموجودة، وتوفري طبعا لبعض المؤسسات طبعا توفر العامل البشري في هذه الأشياء. إلى الآن هي لا مركزية غير مقوننة، لكني أتوقع أنها بتكون الصرخة القادمة. طيب كيف ترى المستقبل هذه التقنية، وكيف باعتقادك أن دولتنا بالفعل الإمارات اهتمت بهذه التقنية؟ طبعا رؤيتي في سؤال يطرح نفسه. صح. هل سيتم في المستقبل اعتماد عملة رقمية تعامل كاحتياط نقدي طبعا يعتمدها صندوق النقد الدولي؟ هذا الجواب بالنسبة لي نعم. متى استشرفت هذا الشيء؟ من كلام كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي، عندما أعلنت في آخر مؤتمر أنه لا يجب تضليل العملة الإلكترونية أو البيتكوين. هذا جاء طبعا مغاير تماما عن كلام ماركو دراغي اللي هو رئيس بنك الأوروبي المركزي الأوروبي، قال أنه لا يمكن تنظيمها. ففي تضارب، لكن من وجهة نظري الشخصية أنها بتكون في نظام مالي عالمي سيكون فيه عملة معولمة، ويجب علينا أن احنا نتأهل لهذا الشيء. طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام يعني تبنت هذه المنهجية في البلوك تشين. دبي، حكومة دبي أصدرت أول عملة رقمية اسمها الام كاش، إن شاء الله في طور تطوير وسيتم التعامل بها رسميا. عندنا أول دائرة في دبي، دائرة الأراضي والأملاك، طبعا عملوا تبنوا منهجية البلوك تشين في التعاملات، وهذه طبعا هذه شيء ممتاز جدا أنها تكون أول مؤسسة على مستوى العالم أنها تتبنى البلوك تشين. إن شاء الله يعني المستقبل يحمل الكثير والكثير لنا، إن شاء الله يكون مستقبل جميل. نعم دكتور، طبعا الحديث يطول عن هذه التقنية الجديدة، يعني على أمل أن يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله نتكلم تفصيل أكثر عن هذه التقنية. إذا الدكتورة مناهل ثابت، مستشارة الاقتصاد المعرفي، عضو الجمعية الملكية البريطانية للعلوم ونائب عميد أكاديمية الموهوبين في بريطانيا، شكرا جزيلا تواجدت معنا. شكرا يا هند. والآن بدورنا تذكير بأهم ما ورد في هاشمان لليوم.